عايز اكلمكم في موضوع في غايه الاهميه. اختيار الفن الصح. الشقه دي اللي احنا فيها طبعا دي ساكنه، تمام، وفيها ناس عايشه. فالشقه الساكنه لما بتعمل حاجه بيبقى بهدله، صدقني بيبقى بهدله. فاللي انا عايز اوصله يعني مهما هتوفر في وقت التشطيب، مهما هتعمل، هتيجي بعد كده هتدفع ثمنه اضعاف اضعاف. اختار الفن المناسب، اختار الخامه المناسبه بجد. ما تدورش على سعر في اختيار الفني. كل ما هتدي له حقه، كل ما هتاخد حقك بزياده تالت ومتلت. انا مش بقول لك ده بكامل الفئات، لا. اسال على الفني كويس جدا، يعني مش كل حاجه برضه بسعر. يعني برضه اسال على الفني، هل ده كويس، هل ده جربت شغله، هل ده حلو. اسمع اراء الناس عنه، ما تجيبش فني وخلاص. بص، ده شغل كده في حمام ساكنه، في شقه ساكنه، واتفك كله. بص البورسين طلع ازاي، انا مش عارف يعني كان ازاي. يعني ممكن اوريكم حاجه في الحمام التاني كده، وقف كده عشان ما نجيبش الشقه من عليها كده. تعالى بص، ده الحمام نفس النظام. بص الشغل فاصل ازاي. بص يعني حاجه. بص الشغل واضح عندك في الكاميرا يا ابني. تمام. بص يعني حاجه بصراحه. فعامه حضرتك يا باش مهندس، حضرتك يا سياده العميل، هتقول انا وهوفر في نهايه الشغل كله في الشقه مثلا 50 60 الف. هتدفعها اضعاف 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 بعد ما تسكن حضرتك، غير البهدله، غير مرمطه عيالك، غير بهدلتك، غير العفش بتاعك بيتبهدل. الدنيا كلها بتتبهدل حرفيا بهدله. الشغل في الشقه الساكنه بهدله للناس اللي ساكنه بامانه. فانت من الاول اختار الفن الصح، من الاول خالص اختار الفن الصح، تمام. واعمل الشغل الصح. يعني انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه، لاني خلاص انا بجد من كتر ما احنا بنروح على شغل لان يبقى بايظ ونقعد نفك ونصلح فيه ورا الناس. فانا مش حابب كده بصراحه. انا عايز ان احنا نتطور، نتقدم، نوصل لمرحله كويسه. بلدنا بلد كويسه على فكره، واحنا بايدينا نطورها وبايدينا نوقفها. كل فني يشتغل بامانه بما يرضي الله، وكل مهندس يختار الفن الصح. الفن اللي مش صح هيلاقي نفسه قاعد في البيت غصب عنه، هيتطور وهيتعلم وهيبقى حاجه كويسه. ان ما عملش كده ولا اتطور مش هيطلع، مش هيشتغل. لكن من طول ما احنا بنشجعه وبنجيبه ونقول ده رخيص وده سعره رخيص وده حلو ونشغله ونعمله، احنا اللي بنشجعه. احنا اللي بنشجعه يعمل كده ويبوظ 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 ويبوظ. فمن البدايه نختار الفن الصح، نختار الفن الصح يا جماعه. ما بقاش جايب خامات بمبلغ واجي علشان 5000 جنيه زياده اقول لك لا 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 ده غالي ده غالي. هي ال 5000 جنيه هتغني حضرتك او هتغني الفني؟ مش هتغنيه، بس هتريح دماغك العمر كله. احنا في شغل عاملينه من سنين عديده، من سنين عديده، مفيش حد رفع سماعه التليفون غير اللي بيسال علينا او عنده شغل جديد، لكن مفيش حد شغال من الشغل القديم. فما ينفعش، يعني ما ينفعش الشغل يبقى بالوضع ده كده. ما ينفعش، ده فاصل خالص، يعني لو لمسته هيقع. فما ينفعش بصراحه.